السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله البرسيل الجل اللي هنعمله مع بعض النهارده. هنعمله بالعجينه الخام اللي عاملينها من قشر الليمون، بجد تحفه. شوفوا تقولوا كمان عامل ازاي، روعه. والحاجات اللي احنا حطيناها في الوصفه دي يعني مفيش خالص، حاجات بسيطه قوي لان العجينه جاهزه فيها كل حاجه. شوفوا تقولوا. وطبعا الرغاوي دي عشان هو لسه سخن، اول ما يبرد خالص هتلاقي الرغاوي دي راحت. انا عايزه بس اوريكي من تحت. بصوا، مش عارفه بس اوريكم، بصوا عامل ازاي اهو. تقولوا حلو قوي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. شوفوا يا حبايبي، بجد الوصفه دي رائعه، يا ريت تجربوها ان شاء الله تشوفوها وتنول اعجابكم. انا هوريكم كمان، هوريكم الرغوه بتاعته. لحظه واحده، هجيب شويه ميه. دي ميه عاديه يا حبايبي من حنفيه اهي، وهحط شويه من البرسيل. بصوا حلو جدا، وريحته كمان، ريحه الليمون اللي كانت فيه والاوكسي كمان تحفه. هيخلي لك الهدوم بتاعتك بجد زي الفل. طبعا هو سخن، انا حاطه ايدي فيه لسه سخن. ازاي تحفه بجد. شوفوا الرغوه بتاعته، هو ابتدى يقع مني. بصوا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، رغوته عامله ازاي تحفه. هتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل، روعه، وريحته تحفه. والتقل بتاعه كمان جميل. ده طبعا اول ما يبرد هتسيبيه ساعتين 3 او للصبح، هتلاقي التقل بتاعه باين اكتر. هو مش باين اكتر من الرغاوي. شوفوا تقولوا بجد روعه. وعاملينه من العجينه الخام اللي هي بقشر الليمون، من حاجه احنا بنرميها. عملنا وصفه روعه بجد، عملنا كميه حلوه قوي. شوفوا تقولوا عامل ازاي. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل مع بعض النهارده برسيل جيل. هنعمله بالعجينه الخام اللي عملناها بقشر الليمون زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ازود عليها ميه سخنه، يا ريت ميه بتغلي يا حبايبي عشان تفك منك اهو. تمام، لحظه واحده اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين. قبل ما نبدأ الوصفة كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، عليه الصلاة والسلام. الوصفة بتاعتنا جاهزة أصلا، يعني كنا حاطين فيها كل حاجة، بس أنا هزود لها شوية أوكسي أهو. تمام، أنا كنت حاطة فيها بس هزود لها شوية كمان. تمام، لكن الوصفة بتاعتنا جاهزة خالص. هبتدي أدوبها. هنعمل أحلى برسيل جيل مع بعض. جميلة جدا جدا العجينة دي، يا ريت اللي ما شافهاش يدخل على الفيديو ويشوفها. جاهزه معاكي، مش محتاجه اي حاجه. انا اسفه جدا طبعا لصوتي، معلش يا حبايبي انا عندي برد. دعواكم كده ليا بالشفا اهو. هنقلبها كويس، هنقلبها وارجع لكم اهو يا حبايبي. بصوا طبعا العجينه بتاعتنا كنا حاطين فيها كل حاجه، حاطين فيها زهره بيضه، وحاطين فيها صودا، وحاطين فيها بيكربونات، وحاطين فيها حاجات كتيره قوي. يعني كانت جاهزه على العمايل على طول، بس انا زودتها شويه اوكسي. انا كنت حاطه برضو، بس كنت حاطه حوالي معلقتين او 3 كده، بس انا زودتها. تمام، حطي حوالي ربع كوبايه، نص كوبايه، بيبقى جميل جدا في البرسيل. هزود لها شويه ميه سخنه كمان اه يا حبايبي. هحط الميه السخنه اهي وهقلب كويس. بصوا بقلبها تقولها عامل ازاي كده. هي دابت مني خالص اهي. انا هحط كده برسيل جل. ما عندكيش برسيل حطي صابون سائل اهو. انا كنت عامله معاكم، شو تقول ايه، بجد تحفه. ده انا كنت عاملاه معاكم قبل كده اهو. اقلب البرسيل جميل جدا جدا. انا حطيت كمان شويه برسيل جل. تمام، حطي حوالي لتر كده. انا حطيت يعني اللي كانوا في العلبه وحطيت تاني. بس تقولوا لحظه واحده هدوبه كويس وارجع لكم اهو يا حبايبي. هزودها تاني ميه، دي الميه مطرح البرسيل اهو. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. ولسه تقولها، بصوا تقولها عامل ازاي، جميله جدا جدا. يعني احنا كده يعني ما حطيناش حاجه في الوصفه دلوقتي غير البرسيل الجل
وحطينا شويه اوكسي. طبعا فيها كل المكونات. يا ريت يا حبايبي تدخلوا على الفيديو تشوفوا العجينه بتتعمل ازاي، تحفه. وطبعا العجينه جاهزه معانا، يعني احنا عملناها في لحظات، ما خدتش مننا 5 دقايق. عملناها بكل سهوله يعني، وحطينا حاجات بسيطه دلوقتي. ما حطيتش الا شويه صغيرين كده اوكسي. والبرسيل الجيلي كان عندي، انا كنت عاملاه. ما عندكيش اشتري من عند بتاع المنظفات، بيبيعوا رخيص شويه، تقريبا ب4 جنيه. تمام. ما عندكيش مش عايزه تحطي برسيل، حطي صابون سائل. شو التقل بتاعه. انا هزوده كمان شويه ميه وارجع لكم. اه يا حبايبي، انا زودت له شويه ميه مش كتير برضو. اهو كده الوصفه بتاعتنا اصلا خلصت. احط شويه لون، ده بجيبه بودره كده من عند بتاع المنظفات، وبدوبها عشان ما تكتلش منك. احط شويه كمان وهقلب كويس. الوصفه بتاعتنا بجد ما خدتش لحظات، تحفه بجد. وتقيل كمان، بصوا. بس الرغاوي دي طبعا عشان هو سخن، اول ما هيبرد الرغاوي دي كلها هتختفي. روعه بجد. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ وكمان كده خلصناه خالص، حطينا اللون خلاص. ايه رايكم بقى في اللون؟ تقله جميل جدا. وطبعا عاملينه بقوه الليمون، روعه بجد. هيخلي الهدوم بتاعتك تحفه. طبعا انا ما حطيتلوش صودا تاني، لان كنت حاطه في العجينه صودا، فما حطيتش تاني، لان كمان تقله حلو قوي. ايه رايكم بقى؟ عاملين يعني بحاجات بسيطه قوي. احنا عملناها دلوقتي في لحظات، لان العجينه جاهزه زي ما قلت لكم. فعملناها بسهوله جدا، ما كلفتناش اي حاجه، عملناها بسهوله. يعني احنا هيكفي معانا الحبه دولك، هيكفوا معانا يعني شويه كويسين. لو اشتريتيهم من بره شوفي بقى هتشتريهم بكام. احنا عاملين كده حاجه اقتصاديه جميله جدا زي ما انتم شايفين. هنشوف مع بعض يا حبايبي التقل بتاعه عامل ازاي. شوفوا. طبعا انا ما حطيتش كمان صودا تاني، لان كنت حاطه في العجينه الصودا. بصوا بجد هيخلي الهدوم بتاعتك زي الفل، تحفه. شوفوا عامل ازاي. ممكن انتوا كمان تزودوا له، لو عندك كوركس الوان حطي ربع كوبايه كده. اهو عامل ازاي، تحفه. كمان المكونات اللي احنا حاطينها فيه حلوه قوي قوي. ان شاء الله اول ما الرغاوي دي تروح هتشوف الطول بتاعه كمان اتقل من كده، كمان لو قعد للصبح. بصوا بجد تحفه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه بجد، روعه. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسونيش باللايك. بصوا عاملين بأقل تكلفه بجد، ان شاء الله تنول اعجابكم. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.